خيريك يا بونك. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ ببعت لك ما بترديش. انا كنت مع ماما هكلمك. طب عايزك في حوار مهم. طيب تعال. متأسفة يا دكتور. تعال. ايه لقيت متبرع؟ لا لقيت عيان. يعني استاذ درويش جارنا في المنطقه بيكلمك وانت منفضه له صح؟ كلمني. جاب رقمي وكلمني. عارف ان انت عملتي عمليه لامك. هو كمان امه عيانه ومحتاجه تعمل عمليه زرع. الف سلام. وانا مالي بقى يا بونك؟ هو ايه اللي انت مالك؟ بقول لك امه عيانه وعايزه تعمل عمليه زرع. هو انت قلت له حاجه؟ قسما بالله ولا الهوى. ثم ان ده خير. الست تعبانه زيها زي ابو فاتن بالظبط. هنساعدها تقوم من على الجهاز بتاع الغسيل. بقول لك ايه يا كابونجا، طلعني بره الموضوع ده. هو ايه اللي طلعك منه؟ الراجل اصلا قافش ما يتكلمش غير معاكي. قبل هبه قبل هبه ده باب رزق ما تقفلوش في وشنا. هو انت بتقول ايه يا كابونجا؟ احنا عارفين نطلع من موضوع شعبير عشان نخش في موضوع درويش. وبعدين انا جبت المتبرع لامي بالعافيه، ما انت عارف. لا بقول لك ايه، احنا متطلبين كلنا بسببك انت ونعيم. وانا بعد ما التنيه ما اتاخدت مني بقيت قاعد لكم. وربنا يكفيكوا شر دماغي وانا قاعد فاضي. انا الليله دي مش هطلع منها ملطوط لوحدي. ماشي؟ فسلكيني انا كده والنبي وكلمي الراجل عشان انا على اخري. سلام. هبه، فاتن عامله ايه؟ كويس الحمد لله. هعدي عليها بكره اطمن عليها. ماشي؟ تنور. انا بكره رايح رشيد علشان ثانوية زين. انا اتحرك بعد العمليات على الظهر كده. انا عارف ان انت كده كده مش جايه، بس يعني قلت انا هاجي. هتيجي؟ هكون خلصت المدرسة. طيب خلاص هعدي عليكي بكره بعد المدرسه نروح سوا. ماشي. تصبح على خير. انت من اهله يا هبه. قولي حاجة للذكرى. اقول ايه؟ أي حاجة. أنت مزاج بيبقى حلو وأنت في رشيد. وانت كمان مزاجك برايق وانت هنا. يا أخي باللي ريب أي حاجة بقى. تفتكري شخصيه البني ادم بتختلف من مكان لمكان؟ طيب. ودي كانت كلمة فيلسوف رشيد سبوته حبيب قلبي. ثابت عبد الحق قوي. أنا درويش جارك في المنطقة اللي كلمتك ابن الحاجة غالية. هتلاقي أستاذة فاتن عارفاها. ألف مبروك عملية أستاذة فاتن. والله ما محتاج أكتر من أنا أكلم حضرتك بخصوص عملية الواد ده. أنا أمي مش فاضل لها كتير ونفسي ما تحرمش منها. أنا واقع في عرضك والله العظيم ويبقى في ميزان حسناتك. ايه ده يا هبه؟ مفيش ولا كراسه مصححه؟ صباح الفل. هو ده شغلي؟ شغلي يعني ان انا اجي بدري اعمل لكم شغلكم؟ هو دلوقتي ما بقاش شغلك؟ لا مش شغلي، انا اخصائيه اجتماعيه. ماليش دعوه ولا بتصحيح واجبات ولا بجداول. هي بقت كده؟ هي كده من الاول يا ميس ابتسام. ماشي. وماله؟ عايزينك بره، في بنت عامله مشكله في الفصل. تمام. هو ده بقى شغلي. يا خيريه. بقولك ايه، لقيناه. بجد؟ ايوه، طلع عامل تحاليل قبل كده والتطابق زي الفل. تخيلي بقى مين اللي عثر عليه. نعيم. طيب قلتوا شعبان؟ رايح له دلوقتي اهو. هتقدري تيجي؟ مش عارفه. بس بقولك ايه يا خيريه، انا اهم حاجه عندي ان هو يرجع لي العربيه. اساليه بقى هيسلمها لي امتى وفين. ماشي ماشي، هشوف واقولك. ايه الضفاير الحلوه دي؟ شكرا. احكي لي بقى، ايه اللي حصل؟ انت فعلا كسرتي ازاز الشباك؟ طب ليه عملتي كده؟ انت طول عمرك هاديه وجميله ومحدش بيشتكي منك ابدا. في حد ضايقك؟ كله. عملوا لك ايه طيب؟
امبارح كان في عصفورة وقعت في الحوش، كانوا عاوزين يرموها في الباسكت، وانا قلت لهم لا، انا خليها تطير تاني. خدتها معايا البيت، اكلتها، شربتها، برضه ما صحيتش. قعدت ادعي كتير ربنا انها تصحى، وبرضه ما صحيتش. قلت لما احطها على الشباك يمكن تطير، وبرضه ما طارتش. وقعدوا يضحكوا عليا ويقولوا ان انا هبلة وغبية. لا يا حبيبتي، انت مش هبله وغبيه، بس انت اللي لازم تعرفيه ان لا انا ولا انت ولا اي حد كان ممكن يقدر ينقذها. ده كان ينفع في وقت معين بس خلاص فات. ليه؟ هو ايه اللي ليه بس؟ ليه ما ينفعش انقذها بعد ما الوقت بيعدي؟